السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتحدث معكم من ضواحي أوريكا، مدينة مراكش، يعني معروفة. هاد المدينة جميلة جدا. أوريكا مدينة جميلة جدا، مما تمتاز به من مناظر طبيعية خلابة تجمع بين السهل وبين الجبل وبين النهر وبين خضرة الزيتون والحدائق المحيطة بها. فهي جميلة تستحق الزيارة في كل وقت. نعلم أن فصل الربيع فهو معروف لكن أوريكا فهي دائمة الخضرة كما ترون. فأنا أتواجد في مكان يسمى جنان أيام أطلس. نسميه هذا المكان هذا له خصوصيات. فهو مكان تتواجد قرب نهر أوريكا، قرب مدينة أوريكا كما ترون. وهو عبارة عن يعني حديقة كبيرة بجانب نهر أوريكا كما ترون. وهذه الحديقة فيها أشجار مثمرة كما ترون، أشجار فواكه، وفيها خضر متعددة، وفيها مطعم وفيها مبيت. ويعني الإنسان اللي كيزور هذه المنطقة هذا المطعم هذا يمكن له أنه يتناول أطعمة بيو، يعني طبيعية. وهذا هو الجميل. كاين الهدوء، كاين لو ستيل، يعني الطريقة باش يوسف الصديق اللي صاحب باش بنى هذا المكان هذا، هو جاب الفكرة من ألمانيا واستثمرها هنا في البلاد ديالو، وحاول أنه يجعل منها واحد المكان اللي هو هادئ وجميل بالخضرة ديالو، كذلك بهذه الطبيعة، يعني الطبيعة اللي هي قريبة من هذا المكان هذا. حاول يستغل حتى اللون، الألوان ديال المكان ألوان طبيعية، يعني خدا واحد لو ستيل يعني ديال البني ارتيزانال، تنقولوا حنا تقليدي. كتشوف دابا بحال هاد المظلات، بحال حتى هاد الموائد، الزليج كله تقليدي. حتى تنشوفوا حتى الفران راه كيبان لنا تقليدي. راه كنشوفوا الفران تقليدي، راه كيبان لنا من هنا واحد الفران تقليدي، كيبان لنا من هنا راه تقليدي. ثم حتى كذلك الوسائل ديال التنظيف، النظافة، حتى المراحيض، حتى كلها يعني تقليدية بطريقة تقليدية. واللي تيتميز به هذا هو الهدوء وجمالية المنظر. وسبحان الله، يعني يعجبك هذا المنظر هذا، وتمكن لك أنك تجي له وترتاح وتمشي بانطباع جيد جميل حول. وهو مكان آمن، فيه الحراسة، فيه الكاميرات كما تشوفون، راه الكاميرا كتبان، مؤمن. الطريق واصلة حتى ليه، يعني حتى الإنسان يوصل لوريكا، يخرج من السوق ديال أوريكا نحو بحال غادي الأغمات، كيلقى العلامة التي تشير إلى هذا المكان، كيمشي واحد 2 كيلومتر وكيوجد هذا المكان اللي كيرتاح فيه. إذا كنرحبوا باسم الصديق يوسف بالزوار، وكل ما جيتي كيستقبلك بالابتسامة وسبحان الله وبالترحيب، وناس طيبين، ناس طيبين جدا جدا. نتمنى أن أترككم هذه المناظر هذه وتجيو تزوروا إن شاء الله هذا المكان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.